النهاردة هنعرف الراجل المناسب من أول لقاء، وإزاي تميزيه عن الشخص التاني اللي مش مناسب معاكِ. كل واحدة فينا بعد ما بتشتغل على نفسها بتتساءل كده، هل هو ده الشخص الصح ليّا؟ هل أقدر أثق فيه والّا لأ؟ النهارده هاقول لِك العلامات الواضحة من أول قعدة. المحور الأول وهو احترام الحدود، مهم جدًا في الراجل الصح إنه يحترم حدودِك، مش يحاول يضغطِك. بمعنى إيه؟ أنتِ مثلًا مش مرتاحة للكلام دلوقتي، هو المفروض اللي هو مثلًا يحترم المساحة بتاعتِك، بدل ما يقعد يستمر في السؤال. حاسس مثلًا اللي هو سألِك سؤال مثلًا في بداية العلاقة مثلًا سؤال شخصي جدًا، حاسس إن أنتِ مثلًا مش عايزة تجاوبي على السؤال ده، فهو مثلًا المفروض اللي هو إيه، يحترم المساحة بتاعتِك، يحترم ويسيب لِك مساحة بدل ما يقعد يستمر في إيه، في السؤال، في اللي هو يسأل. المحور التاني وهو الأمان العاطفي، لازم أنتِ كبنت تحسّي بالأمان معاه، مش تحسّي وأنتِ قاعدة كده في القعدة، مش ساعات كده بنقعد قعدات تعارُف بنحس كده إن إحنا في خوف أو توتر، اعرفي إن ده بقى وقتها مش الشخص المناسب. يعني أنتِ لازم تحسّي بالأمان معاه مش توتر أو خوف، تلاقيه بيشاركِك مواقف حياتِك بطريقة فعلًا صادقة، مش اللي هو مجاملة، أنتِ هتحسّيها أصلًا. وما يحاولش اللي هو يكتشف أو يكشف عنِّك كل حاجة كده في أول قعدة، لأ، يعني يدّي الوقت يعني المرحلة تاخد وقتها يعني. تالت حاجة الاتزان، إن أفعاله تكون متوافقة مع كلامه مش تناقض. مثال، ييجي مثلًا هيقول لِك هاجيب لِك كذا وكذا وكذا، ويجيب لِك فعلًا، مش مجرد كلام بس، يعني مش مجرد كلام فارغ، يعني زي ما بيقولوا إيه، ما تاخديش بياع الكلام يعني. المحور الرابع الإيجابية والدعم، ضروري يا بنات تحاولي تختاري راجل يكون داعم ومش محبط وموجود للوقت المناسب. يعني تلاقيه مثلا بيشجعك على شغلك لو انت بتشتغلي، على دراستك لو انت بتدرسي، على أهدافك. بدل مثلا ما تلاقي شخص تاني مثلا يقولك ايه، بدل من اللي هو يعني ايه يقلل من قيمتك. يعني فانت دايما حاولي تختاري اللي يشجعك على ان انت تحققي أهدافك، تحققي دراستِك لو أنتِ لسه بتدرسي، أهدافِك، بدل ما يقلل من قيمتِك يعني. هاقول لِك بقى على علامات من أول قعدة، بتلاحظي كده إن الراجل الصح بيبقى صوته ولغة جسده هادي كده وواضح، تحسيه راسي كده وواضح، عنده يعني إيه، تصالح مع الذات كده أو سلام نفسي. بيبقى اهتمامه زي ما قُلت لكم بيبقى فعلي مش كلام على الفاضي، مش هتلاقي عنده تلاعب بقى أو ضغط نفسي أو اللي هو مثلًا يقول حاجة ويعمل عكسها. أنتِ مثال، أنتِ نَفْسِك هتلاحظي إنه بيسمعِك فعلًا وبيسأل بشكل طبيعي، مش بشكل فضولي أو مستفز أو مش علشان مثلًا ينظّر عليكِ أو بيسأل عشان يقول لِك أنتِ حياتِك غلط. كل دي أنواع سام من الأشخاص يعني. أمّا الراجل الصح هتلاقيه بيسمعِك فعلًا وبيسأل بشكل طبيعي مش فضولي ولا مستفز. الراجل اللي يناسب وعيِك مش محتاج إنِّك تسرّعي في العلاقة، مش محتاج توضّحي كل حاجة، لإن هو هيفهمِك من أفعالِك وكلامِك. ودلوقتي قولي لي إيه أكتر حاجة عرفتِ بيها الراجل الصح من أول لقاء؟ سيبوا لي الإجابة في الكومنتات، ولو عندكم أي سؤال اسألوني. دي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.